فترة كبيرة كده طلعت واحدة ادعت إن هي بنت الرئيس السابق محمد حسني مبارك. الكلام ده من سنتين تلاتة، من فترة طويلة، بس ما عملتش الصدى اللي هي كانت عايزة تعمله، ولا حد عرفها ولا حد سمع عنها أصلا. حاولت تتصادم مع علاء وجمال مبارك كذا مرة، لكن ما حدش فيهم اداها أي اهتمام ومحدش عبرها، فما خدتش برضه الصدى المطلوب. طلعت ادعت ان سوزان مبارك هي السبب في ان الرئيس بعد عنها وابعد امها وابعدها عن حياته، وطول حياته ما كانوش بيقدروا يتكلموا علشان طبعا ده رئيس الدولة وكانوا خايفين وافلام كده. بس برضه ما حدش اداها اي اهتمام. لكن اليومين دول بقى الست دي بقت على كل لسان واتشهرت جدا جدا جدا، لان هي اثارت البلبلة لما طلعت اتهمت ناس كتير معروفة بان هم بيتاجروا في الاعضاء. و... ومسكت بقى في حتة حد معروف طبعا زي وفاء عامر وإبراهيم شيكا عملت فيلم طويل عريض محدش لسه يعرف صحته من عدمها، بس يعني الست دي اتشهرت اليومين دول، بقت على كل لسان وتدخل بقى دلوقتي السوشيال ميديا تلاقي كل من هب ودب بيتكلم، وكل واحد عمال يجيب فيديوهات ويقطع في فيديوهات ويقول لك شفت اثباتات على فلانه واثباتات على علانه، مع ان الفيديوهات دي اللي فيها اي اثباتات ولا اي نيله خالص يعني. وبعدين الناس اللي انتوا بتتكلموا عنها يعني دينا مراجيح اللي ماتت من 3 سنين تقريبا، او اشمعنى النهارده يعني الكلام بقى عليها بان هي ماتت علشان حاجه زي كده او توفت لما اخدوا منها عضو من اعضاء جسمها مثلا. تمام. عيالها اللي اختفوا من 3 سنين ما حدش افتكرهم النهارده الا النهارده ليه؟ العيال دول تلاقيهم متشردين في اي حته، خلاص ما عملهمش الاب والام. لكن النهارده الموضوع كله بقى منتشر انتشار رهيب. زي ما تقدر تقول كده في ناس عماله بتنشر فيه وتزود انتشاره، وفي لجان عماله بتتكلم وتكبر الموضوع اكتر واكتر واكتر. واحنا عندنا يعني شعب طيب وبيصدق اي حاجه، وفي ناس اتشهرت قوي قوي على حس الموضوع ده. مش اي حد يقول اي كلام يا جماعه يتصدق. في ناس عايزه تتشهر حتى لو ده عايزه، لو شهره سلبيه، حتى لو شهره سلبيه يا جماعه. يعني بقالها 3 4 سنين بتحاول تشتهر بنت الرئيس بنت الرئيس بنت الرئيس، مفيش اي اثبات انها بنت الرئيس. مفيش حد فيهم من اولاد الرئيس لا اشتكاها ولا قاضاها ولا اهتم، لانهم مش مهتمين اصلا بالموضوع ده. هم مش مهتمين. حتى لما حد سأل علاء مبارك في مرة على تويتر ما ردش اصلا، تجاهل الرد حتى يا جماعة. انا شايف ان دي فقاعة وشهرة سلبية وناس عايزة تتشهر، ده رأيي. والناس عمالة تتكلم بقى، وكل واحد يتكلم كلمة من الشرق وكلمة من الغرب.